اسمع. ايوه. احمد محمد عبد العزيز، مركز حقوق الشرقيه. اخوان حضرتك ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله هنجيب حمايه الثوره باذن الله، لتسليم السلطه للمدنيين والرئاسه قبل الدستور. رئاسة قبل السلطة ان شاء الله. طيب ان في شاب كده بيقول لك لازم نشكر عمر سليمان عشان نزل اخوان الميدان، ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا، عمر سليمان ما ينزلناش الميدان طبعا. طب ونزلتوا ليه طيب الجمعه اللي فاتت؟ نزلنا عشان الفلوس كلهم. طيب يعني بس ليكم سنه كامله مع المجلس العسكري، نزلتوا ليه يعني برضه؟ ما المجلس العسكري ده مش فلول؟ لا احنا لازم نحترم المجلس العسكري لغايه اخر النهايه، طالما صدق معانا في المراحل الاوليه لازم نحترمه لغايه اخر النهايه. يعني انت مصدقه لغايه دلوقتي؟ مصدقه لغايه دلوقتي؟ لا، ما هو بدأ بقى يتحرك اهو، ينزل لنا الفلول عشان كده نزلنا الميدان تاني. ان شاء الله ممكن يصور جون تاني ان شاء الله. طيب برضه احنا معانا سؤال، انت هتقول دلوقتي الرئاسه قبل الدستور ان شاء الله، ازاي؟ اذا كان اصلا الدستور ممكن يأيد، لو عمل الدستور قبل الرئاسه يبقى هيطول الرئاسه اللي فيما بعد. الله اعلم هيغير ايه بقى. خلاص بالعكس، يتعمل دستور يظبط الرئاسه، يخلي الرئاسه فيها. لا هو طيب البلد هتتدهور اكتر. طب التوافق، انتوا بتقولوا التوافق على ايه بالظبط؟ التوافق على الشعب يختار. يعني على انتخابات برضه؟ ان شاء الله. تمام، وايه تاني؟ يعني التوافق على انتخابات وايه تاني؟ لجنه تشكيل الدستور مالها؟ تتأسس صح. طب ما الاخوان كان المفروض هم عايزوا ينفذها بعد حكم المحكمه. معلش هو لازم برضه نختار الشعب، نرجع نختار الشعب في الاخر، في الاول في الاخر نختار الشعب. يعني نشكلها بالمنطقه الاغلبيه والاقليه في البرلمان؟ امال ايه؟ الناس الخبرات في مجلس الشعب، في مجلس الشعب وخارج الشعب. مش مجلس الشعب بس، ولا هي تبقى برلمانيه بس. من كافه الشعب ان شاء الله. حضرتك من الاخوان الشرقيه؟ ان شاء الله. طب هو دي المنطقه الشرقيه للاخوان؟ يعني شايف انتوا بتمثلوا الشرقيه والفيوم ودمياط؟ كل محافظه واقفه في تامين مكان معين. التمثال بتاعتها واقفين فين؟ مش شرط، في كل مكان. تمام، وبعد ما نخلص النهارده هتعمل ايه؟ ان شاء الله اروح. وهترجع تاني؟ الله اعلم. افرض الموضوع استمر والعمليه محتاجه هنستمر برضه. كمل ان شاء الله. صلاه العصر والسلام عليكم. لا ان شاء الله هنكمل باذن الله.